وفاة رمز من رموز الكرة المصرية الجنرال محمود الجوهري. رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم في 3 سبتمبر عام 2012 جنرال الكرة المصرية كابتن محمود الجوهري. ولد الجوهري في 30 فبراير عام 1938 بحلوان بالقاهرة. حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1957. عمل ضابطا بسلاح الإشارة وشارك في حرب أكتوبر المجيدة. بدأ مشواره الكروي ناشئا بالنادي الأهلي تحت 18 سنة موسم عام 1954 وعام 1955. حقق كلاعب 6 بطولات بالدوري و3 في كأس مصر ودوري منطقة القاهرة عام 1958. أول من درب فريقي الأهلي والزمالك في تاريخ الكرة المصرية، وحقق الكثير من الإنجازات لكلا الفريقين. فاز بأول دوري أبطال أفريقيا في تاريخ الأهلي. فازت مصر تحت قيادته بلقب أفريقيا عام 1998 ليكون أول مدرب يفوز بالأمم الأفريقية لاعبا ومدربا. صعد بمنتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم بإيطاليا عام 1990 بعد غياب 56 عاما. تولى تدريب المنتخب الأردني عام 2002 وقادهم لنهائيات كأس الأمم الآسيوية عام 2004. رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم إثر إصابته بأزمة قلبية حادة أثناء إقامته في العاصمة الأردنية عمان، وقد أقيمت له جنازة عسكرية مهيبة في الأردن، كما أقيمت له جنازة عسكرية في القاهرة تقديرا لكل إنجازاته على مستوى مصر والعالم العربي. تحية فخر واعتزاز لكابتن محمود الجوهري.